موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. تفجير انتحاري في حي الوسطاني في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، حيث أدى الانفجار إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرون بجروح. مقتل عائلة سورية مكونة من 8 أشخاص بينهم 4 أطفال على يد حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم عبور الحدود للوصول إلى تركيا. مجلس منبج العسكري ينفي سقوط قتلى من عناصره بمدخل مدينة منبج في ريف حلب. الحكومة النمساوية تطالب أنور مسلم بإرسال توضيح حول الاستيلاء على مشفى فيينا في مدينة كوباني في ريف حلب. اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب السوري في دمشق احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات الأخير. تحطم مقاتلة سورية بمطار حماة العسكري ومقتل الطيار أيهم خضرة. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.